السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده كان معايا بطاطس. انا مطلعاها من البطاطس اللي هنحشي بيها اللحمه المفرومه، وكان فاضل معايا حته برضو من اللحمه المفرومه. قلت طبعا البطاطس دي مش هنحطها في القاع. هنعمل ايه؟ قلت نعملها بقى ايه، كور كده من البطاطس المحمره، ونحشيها من جوه لحمه مفرومه، او نعملها بوريه. انا قلت بقى نعملها بوريه كده في صينيه صغيره، ونخلي كده الحشوه لحمه مفرومه اللي فاضله معايا. طلعت، بصوا الكميه دي كلها يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، كميه كبيره زي ما انتم شايفين كده. الكميه دي كبيره خالص، بسم الله ما شاء الله، لان دي كان هتتهدر معايا. قلت بقى نعمل نخليها كده نحط، نعملها اي حاجه، ما نهدرهاش ولا نحطها في قعر البطاطس. طلعت كل الحشوه، طلعتها كلها بالمقوار. فديت القلب اللي انا مطلعاه، حطيت عليه شويه كده من الكمون، وهنحط نطره برضو كمان معايا من الملح. ماشي، ونستمر بقى كده في التقليب. هنديها كمان سنه كده من اللبن علشان هيديها طراوه، سنه صغيره كده من اللبن، يعني مش هنحط كتير. يلا من الحله كده بق صغير. ماشي، وهندي برضو سنه من الزيت علشان تبقى ناعمه معايا، حاجه صغيره كده بالظبط عشان تتشكل معايا. اي اضافات عايزين تضيفوها، بس كفايه كده بصراحه. اللبن هيخلي الطعم كده والملمس كده كريمي ما شاء الله. وهنعملها بقى كده باللحمه المفرومه، نطره كده من البيكنج باودر يا جماعه، وده اختياري، وده علشان يدي معايا بس نفشان كده للبطاطس وما تكونش ملكومه معايا كده زي ما انتم شايفين صينيه. ماشي، هنقسم بقى البطاطس كده على مقدارين، وهنبدا نشكلها واحده واحده. نشكلها كده في بصوا، بمعلقه بقى، بالهراسه. ادي احنا هنشكلها كده علشان نعملها بوريه. طبقه كده من طبعا الصينيه مدهونه زيت، كان مكانها كده. هنبدا بقى نلمح كده، وديت انسب حاجه بصراحه. واحده واحده كده، دهنا بقى زيت كده، ونحاول ان انا نزود كده، نعمل كل حاجه من الجوانب. ونقوم نازله بقى باللحمه المفرومه. ادي اللحمه المفرومه اللي فضلت معايا، نبدا نوزع كده. سموها بقى حاجه لو عايزين تعملوها لوحدها. انا قلت بقى هي مش هتقال عليها فطيره، هي بطاطس باللحمه المفرومه، بطاطس بوريه باللحمه المفرومه. ننزل كل الكميه كده، وننزل بالمقدار التاني ونسويها ونرجع لكم، مش عايزه نطول عليكم. وجبت بقى البطاطس كده، حطيت الطبقه التانيه. هي كانت بطاطس بسيطه يعني، مش طبقات كبيره، علشان انا عامله بطاطس تانيه. هنحط بقى كده، هنصلي على الرسول، ونبدا بقى نزوق وشها كده بالجبنه. عندي بقى جبنه كده اي جبنه يا جماعه، حاولوا ان انتوا تزودوها كده، هتدي طعم ما شاء الله باذن الله. زود بقى الجبنه معايا، الجبن اللي هي بتسيح الكريمي دي برضو بتدي طعم وبتدي ريحه جميله خالص. اتفرجوا بقى عليها بعد ما تدخل الفرن وتطلع، هتكون شكلها عامل ازاي. هنصلي على الرسول. واي حاجه مش هنكبرها، هنعمل منها افخم الاكلات. شويه بطاطس عملنا منها شويه، يعني بطاطس عندنا عملنا منها البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه، تجت في فيديو، واللي طلع منها من الحشو وطلع منها من اللحمه المفرومه اللي فضلت، عملت معاها الصينيه المحترمه ديت. اتفرجوا عليها بقى وهي خرط طالعه ما شاء الله. واهم حاجه يا جماعه ان احنا نقطعها بعد ما تبرد، بس ما نقطعهاش وهي سخنه. ادي بقى صينيه البطاطس بالبوريه، بسم الله ما شاء الله.
باللحمه المفرومه، البوريه باللحمه المفرومه. ودي الجبنه بقى زي ما انتم شايفين كده. هنطلع بقى خرطه منها نوريكم. هنبدا بقى كده نقطعها. مش متخيلين يا جماعه الريحه شكلها ايه؟ بسم الله ما شاء الله. وطبعا كده طالعه كل خرطه. بصوا بسم الله ما شاء الله. هنبدا بقى ايه نطلعها كده في الطبق. وايه بالراحه خالص، انا حاطه لها لبن طبعا فطالعه بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى في الطبق هنا، ننزل كده. يا رب تكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير. بصوا اللحمه المفرومه، بصوا الجمال بتاعها. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.